جائزة الكرة الذهبية أصبحت عنصرية بامتياز. محمد صلاح يتعرض للسرقة في جائزة الكرة الذهبية، وكمان إنيستا ونيمار وكمان بيليه وفينيسيوس وغيرهم كتير بسبب العنصرية. وفي حفل الكرة الذهبية 2025 قبل إعلان الفائز عرضوا كل أساطير البلندور السابقين على الشاشات ما عدا كريستيانو رونالدو. وطبعا دي إهانة للتاريخ وأكبر تجاهل لمسيرة كريستيانو الكروية. يا ترى ليه؟ قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تصلي على النبي وتشترك لي في القناة وتعمل لي لايك، ويلا بينا. في عام 1995 فاز جورج وايا بجائزة الكرة الذهبية، وكان حدث كبير للاعبين السود وللاعبين الأفارقة. وبعد ما كانت الكرة الذهبية للأوروبيين فقط أصبحت للجميع، وقلنا خلاص أي لاعب عربي أو أوروبي أو برازيلي أو أفريقي يقدر يكسب الكرة الذهبية. يعني ديدي دروجبا وسامويل إيتو وأسماء كتيرة تألقت في سماء أوروبا ما يقدروش يكسبوا الكرة الذهبية. وفي 2025 عثمان ديمبلي يفوز بالكرة الذهبية وبشرته سوداء، معنى ذلك مفيش عنصرية. لا يا صديقي، هو خد الكرة الذهبية لأنه لاعب لباريس سان جيرمان، واللي بيقدم الكرة الذهبية مجلة فرنسية اسمها فرانسي فوتبول. ومع إن كان يستحقها صلاح أو رافينيا عشان أكتر لاعبين سجلوا أهداف. وصلاح أخذ أكتر لاعب رجل للمباراة في 2025، وإحنا دلوقتي من 2020 ل 2025 مش عارفين الجايزة مين ياخدها، اللاعب بالأداء الفردي والتأثير الحاسم في المباريات بالأهداف والتمريرات الحاسمة، ولا بقيت بالإنجاز الجماعي للألقاب والبطولات مع النادي أو المنتخب. وده طبعا غير الروح الرياضية واللعب النظيف والسلوك العام خارج وداخل الملعب. أنا من وجهة نظري لو بتتاخد بالألقاب والإنجازات الجماعية يبقى عثمان ديمبلي يستحقها، ولكن لو بالأهداف والأداء الفردي أكيد صلاح ورافينيا هم الأحق بالفوز بالكرة الذهبية. كريستيانو رونالدو في تصريح سابق من فترة قريبة: أنا ما بعترفش بالكرة الذهبية وهي كرة وهمية. كريستيانو كسب 5 بلندور وقال إنها وهمية، وده أكيد هيقلل كتير من مصداقية الكرة الذهبية. لاعب في حجم كريستيانو هو اللعبة نفسها، اللاعب الأسطوري التاريخي، لما يقول كلام زي ده أكيد هيأثر على مصداقية البلندور. وعنده حق، على أيام هو وميسي كانت بالأرقام، دلوقتي إحنا مش عارفينها ماشية إزاي. ولو بصيت على عمر مرموش عنده 45 مساهمة تهديفية وما دخلش أصلا ضمن 30 لاعب. وعندك باركولا عامل 42 مساهمة وجايب بطولات وبرضه مش موجود ضمن ال 30 لاعب، وبسبب تصريح كريستيانو المهين للكرة الذهبية. في بداية الحفل حطوا كل النجوم وخاصة ميسي في آخر السنوات على شاشة العرض، وما حطوش صورة واحدة لكريستيانو بالبلندور. وعشان قال الكرة الذهبية فقدت مصداقيتها حطوا ميسي أكتر من 20 مرة على شاشات العرض بالحفل، وما حطوش كريستيانو بالمرة. وفعلا أنا شايف الكرة الذهبية عنصرية بامتياز، وده مش عشان عثمان ديمبلي كسب، وهو يستحق على فكرة. لاعب موهوب ومحترم خارج الملعب وداخله، وكسب كل الألقاب مع باريس. أنا شخصيا بحب عثمان، لاعب محترم، وكمان راح الحفلة وحده غير كل النجوم اللي جايب صاحبته واللي جايب مراته معاه إلا عثمان ديمبلي. هذا اللاعب متجوز في 2021 من مغربية صانعة محتوى على التيك توك، وكان عندها مليون متابع. بعد جوازها من ديمبلي المتابعين زادوا إلى 15 مليون شخص، ولم تظهر وجهها وتظهر دائما بالحجاب في مقاطع الفيديو والصور. وده الشيء اللي عجبني في عثمان ديمبلي، انه محافظ على خصوصياته وعلى تعليم دينه. ولكن في ظلم كبير لنجوم ما خدوش الكرة الذهبية وهم يستحقوها بجدارة. انيستا اكتر لاعب اتظلم في البلندور. في سنة 2010 انيستا ابدع في كأس العالم وفاز بيها مع منتخب اسبانيا، وبعد فوز ميسي بيها في نفس السنة اعتذرت مجلة فرنسا فوتبول لانيستا لعدم فوزه بالكرة الذهبية. دلوقتي احنا مش فاهمين، انيستا فاز بكأس العالم يعني انجاز جماعي، وعطوها لميسي لارقامه الفردية. حيرتونا بجد، لا عارفينها جايزة جماعية ولا فردية ولا بتصويت الصحفيين ولا ايه حكايتها. اكتر بلد عانت من ظلم البلندور هي البرازيل. ميسي خدها في 2015 على حساب نيمار، وفي 2024 خدها رودري على حساب فينيسيوس، وفي 2025 خدها ديمبلي على حساب صلاح ورافينيا البرازيلي. ولو كانت بالارقام الفرديه صلاح ورافينيا لحق بيها. وكمان اللاعب الاسطوره البرازيلي بيليه انحرم وانظلم من الكره الذهبيه، لان في وقتها كانت للاوروبيين فقط. بيليه وقتها كان اسطوره، توج بكاس العالم 3 مرات، في عام 1958 و1962 و1970، وطبعا كانت للاوروبيين فقط. في عام 1995 غيرت الكرة الذهبية اللائحة، وقررت أن يشمل الاختيار على كل اللاعبين الأوروبيين أو غير الأوروبيين، واللاعب الوحيد الأفريقي جورج وايا هو اللي يفوز بيها بعد هذا القرار. تعال نشوف أرقام صلاح ورافينيا الفردية. تواجد صلاح في المركز الرابع، وصلاح كسب مع ليفربول الدوري الإنجليزي وسجل 34 هدف وعمل 23 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات من 52 مباراة، وأكثر لاعب كسب رجل المباراة في هذا العام، واحتل المركز الرابع. صلاح اتظلم 4 مرات، أكثر مرة كان يستحق فيها الجائزة كانت في 2018. أرقام رافينيا: سجل 34 هدف وصنع 25 هدف، وفاز بالدوري الاسباني وكاس الملك وكاس السوبر الاسباني. نيجي لارقام عثمان ديمبلي اللي فاز بالكره الذهبيه:
سجل 33 هدف و15 تمريرة حاسمة. فاز بالدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا، وفاز بأفضل لاعب في الدوري الفرنسي وأفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا وهداف الدوري الفرنسي، وخد جائزة الكرة الذهبية. هل حصل ظلم لصلاح ورافينيا وفيتينيا وأشرف حكيمي؟ قول لي في التعليقات، وكمان قول لي أكتر لاعب اتظلم في أي سنة للكرة الذهبية.